قد يعتقد البعض أن حياة المشاهير هي كل ما يظهر أمام الجمهور، ولكن الأمر مختلف، فهناك أمور خاصة لا يعرفها أحد بسبب خطورتها أو تكون حساسة بدرجة كبيرة. وأخص بالذكر الراحل مفيد فوزي، فمن زوجته وما ديانتها المشكوك فيها، وهل هي الوحيدة في حياة الراحل مفيد فوزي أم توجد زوجة ثانية تصغره ب50 عام ويفوق جمالها نجمات السينما؟ ولماذا أخفى الأمر وتكتم عليه إلى أن ظهر بعد رحيله؟ كل ما تريد معرفته في هذا الفيديو. شاهد. بدأ مفيد فوزي يشق طريقه في مجال الصحافة وتدرج إلى أن أصبح مذيع تلفزيوني. هنا تعرف على زوجته الأولى الإعلامية آمال العمدة، وبدأ الاثنين في شق الطريق نحو الشهرة والنجومية، وزاع صيتهما، وأصبحت آمال العمدة تقدم البرامج التلفزيونية في شهر رمضان، وزاد تقربها إلى مشايخ الطريقة الصوفية رغم كونها تنتمي إلى الديانة المسيحية. وعلى الرغم من ذلك حبت الإسلام وتقربت أكثر فأكثر، إلى أن حدثت المفاجأة التي صدمت زوجها، حيث في أحد اللقاءات التلفزيونية استضيف الشيخ محمد متولي الشعراوي، وحضرت آمال العمدة هذا اللقاء خلف الكاميرات. وبعد انتهاء اللقاء التلفزيوني أسرعت إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي وتحدثت معه، ولكن لا يعلم أحد فيما كانوا يتحدثون. ومرت الأيام وبدأت تحدث تغيرات لزوجة مفيد فوزي في طريقة لباسها واصطحاب المصحف معها رغم كونها مسيحية. هذا الأمر بدأ يثير شكوك مفيد فوزي نحو زوجته، وزادت الشكوك أكثر فأكثر بعد تحدث زوجته مع الشيخ محمد متولي الشعراوي. كان لقاء الشيخ الشعراوي بزوجة مفيد فوزي بداية الكراهية بينهم، وقد تبين ذلك بعد وصف مفيد فوزي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه بالنسبة له مهرج كبير أشاهده في أوقات فراغي. والأمر الآخر فرحته يوم رحيل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وتصريحه بذلك آنذاك. كل ذلك بعد أن تسربت أخبار بعد رحيل زوجته عن اعتناقها الإسلام بعد تأثرها بحديث الشيخ محمد متولي الشعراوي. كان هذا عن زوجته الأولى الإعلامية آمال العمدة. فمن زوجته الثانية؟ بعد رحيل زوجته الأولى أصيب باكتئاب حاد ظل على إثره طريح الفراش لمدة عام، بالإضافة إلى إصابته بسرطان البنكرياس. كانت الأمور تزيد صعوبة عليه، وخاصة ابنته الوحيدة التي تزوجت وتركته يعيش وحيدا، فكان الأمر يستدعي مرافق له يهتم بصحته وإعطائه الأدوية اللازمة. هنا جاء دور الممرضة، وكانت تسمى سارة، عمرها 25 عام، ظلت بجانبه واهتمت به إلى أن اقترحت ابنته أن يتزوجها رغم فارق السن بينهم والذي يتعدى 50 عام. فما كان رد الفتاة وقتها؟ هنا المفاجأة. كانت الفتاة مترددة في بادئ الأمر، ولكن ظروف الحياة القاسية عليها وعلى أسرتها متوسطة الحال أن تتخذ قرار بالموافقة، وكان المقابل أن يعوض هذا الفارق بتأمين مستقبلها هي وأسرتها، وهذا هو شرط الموافقة. تدارك الراحل مفيد فوزي وابنته هذا الأمر ووافق عليه، ووضع بحسابها في البنك ما يقدر ب5 مليون جنيه.